من اول ماتش شفته عدي الدباغ معانا فيه وانا بقول ان هو مهاجم تقيل قوي، من احسن المهاجمين واحسن كمان حتى من وسام ابو علي في التحركات. لعيب كبير قوي، تحركاته حلوه قوي. ممكن كتير نشوف ان هو بيضيع، يعني كتير مننا بيشوف ان هو بيضيع فرص سهله قوي، بس انا بشوف ان ده عادي. انت جاي فرقه جديد، فرقه لسه بتتكون، قال لي فيها. وفي لعيبه ياما بداياتهم كانت وحشه وبقوا نجوم كتير، بس هو بدايته مش وحشه. هو هداف الزمالك، الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين اللي فيه وسام ابو علي، وهم نفس سن بعض كمان يعني. في نفس الوقت الجون امبارح كان حلو قوي، الاستلامه بالشوطه بيمينه بالرجل الضعيفه، على في شوطه شاطها من الجنب كده كانت رايحه في الشبكه بس جت في الشبكه من بره. لا مهاجم تقيل قوي يا جدعان، احنا عندنا مهاجم تقيل قوي، بس احنا ما نقعدش نكسر في اللعيبه، نهدى عليهم. مش بكفايه ان هو ما بياخدوش فلوسهم؟ فانا شايف والله ان الزمالك معاه مهاجم حلو قوي قوي كمان وتقيل، وبديله سيف الجزيري. فانت بتتكلم ان قلوب هجوم الزمالك حلوين مش وحشين. احنا بس نهدى على اللعيبه وندي لكل لعيب قيمته، ونفتكر دايما يا جماعه الناس دي ما بتاخدش فلوس، الناس دي بيطلع ميتين عشان تاخد الجنيه، فنهدى عليهم شويه.